قعدتوا تقولوا مقاولات وعماير وارتيتا والمهندس والفيل والشجره، خلصت يوم الاحد بتوتنهام ويوم الاربع ببايرن. دول عمرتين دقيناهم، هنشوف بقى الدق ده هيخلص على ايه. اكيد كل الناس شافت ارسنال عمل ايه. ارسنال السنين اللي فاتت كان بينافس على الدوري، كان تاني الدوري. نافس 3 سنين، سنتين قدام السيتي وسنه قدام ليفربول. كان بيخسر بغلطات ساذجه، غلطات ملهاش اي لازمه. بس بدأنا نتكلم، وفي الشامبيونز ليج بدأنا نتكلم برضو دور الثمانية. بعد كده بدأ يلعب سيمي فاينال السنة اللي فاتت، طلع من باريس سان جيرمان. بس مش مشكلة، أرسنال كده كده احنا عارفين هو ايه فرقة أرسنال، كفاية الانفنسبل بتاعت 2004. أرسنال بقى لما بدأنا نتكلم عنها في الدوري السنة دي، لعبت كذا ماتش مهم قوي. أول ماتش وقع فيه قدام ليفربول، خسر قدام ليفربول 1-0 بجون لسوبوسلاي، كان فاول رائع قوي بس ما كانش ليه لازمة. يعني ما كانش ليه لازمة. الماتش كان رايح جاي، الماتش ما كانش إن ليفربول بيناطح ارسنال او ارسنال بقى وحش، لا الماتش كان رايح جاي. فاول جاب جون سوبوزلاي جامد قوي، بس ما نقدرش نتكلم عن الماتش يعني اكتر من كده. جاء قدام السيتي تعادل في اخر دقيقه، مارتينيلي جاب جون في اخر دقيقه ولحق ارسنال من ان هو يخسر قدام مانشستر سيتي. فبدانا نتكلم ان ارسنال بدا يوقع نقط، بس نبص لقينا ان العكس بيحصل. ارسنال بيطلع بيطلع بيطلع، وبقيه الفرق بتنزل زي ليفربول وزي مانشستر سيتي. لقينا الاثنين القرع الكبار، سواء ارن سلوت او جوارديولا، بينزلوا لتحت مش بيطلعوا معانا بينافسوا. فانا بقى اقول لكم تريد مارك مني، السنه دي ارسنال هياخد الدوري. الاسبوع ده ارسنال لعب ماتشين، ماتش قدام توتنهام وماتش قدام بايرن ميونخ. ماتش توتنهام بدانا نشوف البريس كونفرنس او المؤتمر الصحفي قبل الماتش، بنبص لقينا ان توماس فرانك بيسالوه، بيقولوا له خايف من ايزي او هتعمل ايه قصاد ايزي او ايه رايك في ايزي، لان احنا كلنا عارفين القصه الشهيره بتاعت ايزي. اول موسم كان ايزي جاي لتوتنهام، ما كانش اصلا ارسنال على الخط. ايزي خلاص بيمضي، خلاص قدامه كام ساعه ويمضي. لا قبل ما يمضي بكام ساعه مكالمه تليفون: الو ارتيتا، ما عايز ايه؟ احنا محتاجينك في ارسنال. في ساعتها راح لارسنال وادى، يعني ادى توتنهام زي بومبا كبيره قوي. توتنهام بقى قعدوا يعوضوا يشوفوا هيجيبوا مين، جابوا تشافي سيمنز اللي احنا ما شفناهوش في الماتش. توتنهام فريق كويس بس احنا ما شفناهوش قدام ارسنال، لان لندن ليها كبير اسمه ارسنال، لندن الزراد زي ما كلنا عارفين. بعد كده بدانا نتفرج على الماتش، لقينا ان الماتش بدا يناطح، بس ايزي خلص الماتش، حط ثلاث اجوان، حط هاتريك جامد قوي. جاء ريتشاردسون حط جون كويس، نقدر نقول عليه انه جون حلو، ممكن يتحط في جوان الشهر او جوان السنه، بس ملوش اي لازمه لان انت في الاخر خسرت 4-1 من ارسنال. الماتش ده كان فيه غيابات، فيه غيابات كتير، اولهم غياب جابرييل. ما حسيناش بفرق لان لعبنا بلعيب اسمه هنكابي لسه جايبينه من بايرن ليفركوزن السنه دي. ما حسيناش بفرق خالص لان ارتيتا عارف هو بيعمل ايه، عارف هو بيجيب صفقات منين لفين وبيعرف يجيب اللعيبه دي. الناس كلها قعدت تقول ان هنكابي ده ملوش اي لازمه، هو كده، هات واحد منهم ما تجيبش الاثنين. بس هو طلع ان هو عارف يجيب واحد، يجيب مكان واحد يلعب مكان جابرييل، واحد يلعب مكان سليبه، لان لو حصل له اي مشكله في الدفاع، عارفين ان ارسنال بيعتمد على الدفاع. فلو ارسنال حصل له مشكله في الدفاع مش هنقدر ان احنا نتكلم عن ارسنال، لان الفرق هتنزل تحت. الفرقه مش هيبقى ليها اداء اصلا قدام الماتش، قدام الفرق الكبيره او قدام اي فرقه لان الدوري الانجليزي كلنا عارفين انه من اقوى دوريات العالم. بقى بعديها بكام يوم، يوم الاربعاء، لقينا ماتش بايرن ميونخ. احنا عارفين ان بايرن ميونخ ده العملاق البافاري، من اقوى الفرق اللي في العالم السنه دي، إن ما كانتش الاقوى اصلا. بس بعد كده بقى في اقوى منه، احنا عارفين ان هو ارسنال كده كده. بدأنا نشوف الماتش بدأ الماتش رايح جاي. بعد كده أرسنال لقينا جاب جون، بدأ الماتش بجون، فقلنا خلاص أرسنال هيبدأ يسيطر. بس ما استنيناش كتير لحد ما بايرن جاب التعادل. قلنا خلاص الماتش هيفضل بقى رايح جاي. بس مارتينيلي وإيزي كان عندهم كلام تاني. بدأ الشوط التاني لقينا جون تاني من أرسنال، وبدأنا إن إحنا نشوف إن الدنيا بدأت تزيد ناحية أرسنال. ما شفناش بايرن ميونخ بيهاجم على أرسنال الشوط التاني خالص. الشوط الاول كان فيه منافسه رايحه جايه، بس الشوط الثاني ما شفناش غير ارسنال بس اللي بينافس، بيهاجم على الجون رايح جاي لحد ما كوره شفنا ان ايزي شاف ان مارتينيلي جاي من ورا بيجري، حطها له تشيب قوي قوي. وذكاء من مارتينيلي، وده يثبت ان مارتينيلي مهما كان مستواه وحش او كده، ان هو لعيب ذكي، ان هو بيلعب ساعات وحش بس هو لعيب ذكي جدا. عملها السنه اللي فاتت قدام ريال مدريد في ماتش العوده، وعملها السنه دي قدام نوير لما شاف ان نوير جاي بسرعته، قام جاي معدي الكره من جنبه وجرى هو، عمل فينت قوي قوي، راح حط الجون والماتش خلص 3-1. وكده يثبت ان ارسنال اول الدوري الانجليزي للتشامبيونز ليج. فده يثبت ان ارسنال السنه دي، خدوها مني، هياخد يا الدوري الانجليزي يا دوري ابطال اوروبا، وده تريد مارك. طالما جبنا سيره بايرن بقى، يبقى نروح نشوف بايرن عمل ايه في الدوري الالماني. بايرن في الدوري الالماني كان بيلعب فريق اسمه فرايبورغ، فريق ضعيف في الدوري الالماني ملوش اي لازمه. اللي بنبص على الماتش بيبدا لقينا لحد الدقيقه 20 2-0 لفرايبورغ. قلنا خلاص سلسله الهزيمه في الدوري الالماني هتنتهي ولا ايه البايرن. ببص بقى قلت خلاص الماتش مش مهم، مش هتفرج عليه لان كان في ساعتها ماتشات اقوى في الدوري الانجليزي. ابص على بعد الماتش
لقيت الماتش خلص 6-2 لبايرن ميونخ. أوليسيه اللي أنا عايز أتكلم عليه يا جماعة، بايرن عنده ثلاثية من قدام من أحسن الثلاثيات اللي في العالم، يعني يعتبر الناس دلوقتي بتقارن ما بينهم وبين ثلاثيات قديمة زي صلاح وماني وفيرمينيو، اللي هم هابدأ أتكلم عن لويس دياز اللي ليفربول فرط فيه، ودلوقتي بنشوف ليفربول بيحصل فيه إيه. ليفربول ناحية الشمال بقى مفتقد لويس دياز جدًا، وطبعًا إحنا عارفين لويس دياز من أحسن اللعيبة اللي في العالم، إن ما كانش من أحسن اللعيبة اللي على ناحية الشمال. قدام هاري كين البرنس هاري كين، كده إحنا عارفين هاري كين عامل إزاي من قبل كده من توتنهام، الهداف التاريخي لتوتنهام، وناس بتتكلم إن هو خليفة ليفاندوفسكي، باتكلم عن ناحية اليمين اللي أنا ما أقدرش ما أتكلمش عنه أوليسيه. أوليسيه الماتش ده يا جماعة بايرن ميونخ كسب 6-2 مساهم في 5 أهداف، جونين و3 أسيستات. وبابُص بقى على الfoot mob على التقييم لقيته جايب 9.9. أنت إمتى هتدّي له 10؟ أنت عايزه يعمل إيه تاني عشان تدّي له 10 من 10 في الrating بتاع الماتش؟ ده اللي أنا أقدر عليه أتكلم عليه في بايرن ميونخ، وإن شاء الله بايرن ميونخ يقع أكتر وأكتر والفرق تنافس، وإني ما باحبش بايرن ميونخ لإن ذكرياتي معاهم قديمة شوية. هنبدأ بقى نرجع للدوري الإنجليزي ونتكلم عن ليفربول. ليفربول يا جماعة بدأ ماتش قدام نوتنجهام خسر 3-0. أنا شايف إن كفاية أوي على أرن سلوت. أرن سلوت بقى صعب، ما بقاش عنده فكر أو فكره بقى ضعيف، وهو أنا مش فاهم الإدارة ليه مستنية عليه. الإدارة اديته مبالغ ما أخدهاش يورجن كلوب في تاريخه كله، أخد مبالغ كتير أوي، واخد ده كفاية إن هو جايب، يعني كفاية إن إحنا لو بدأنا نتكلم عن صفقاته هنتكلم عن إيزاك، هنتكلم عن إيكيتيكي، هنتكلم عن كيركيز، هنتكلم عن فريمبونج. الأربعة دول اللي هم يعتبروا من أعمدة الفريق دلوقتي. كيركيز مش شايف قدامه، الناس بتطالب إن روبرتسون يرجع، إن روبرتسون ما كانش قوي السيزون اللي فات. إيكيتيكي أنا تاني واحد عايز أتكلم عليه إيكيتيكي يا جماعة. إيكيتيكي لازم يبدأ كل الماتشات. أنا شايف إن هو مهاجم قوي بيعرف يتصرف، بيعرف يروح ويجي أحسن من إيزاك مليون مرة. فريمبونج يا جماعة تقريبا جاي يقعد في مستشفى ليفربول ما بيلعبش، لعب في أول السيزون كام ماتش بعد كده لقينا برادلي اللي بيلعب. فريمبونج فين مصاب، بعد كده رجع من إصابته اتصاب تاني. يا جماعة ليفربول في مأساة، في مأساة. ونيجي بقى لسلوت اللي عمال كل ما يسألوه في المؤتمرات الصحفية إيه مشكلتك؟ مارتشفيليا اللي واقف جون فعشان كده خسرنا. جه قدام نوتنجهام لعب بأليسون خسرت 3 برضه. فالمشكلة مش في أليسون ولا في مارتشفيليا، المشكلة فيك أنت. لازم تمشي. بعد كده قلنا بقى عنده ماتش قدام PSV ايندهوفن، بنبُص الماتش خلص 4-1. 4-1 لليفربول. لا، لا، لأ، لPSV ايندهوفن. إزاي؟ ما حدش عارف. وإن شاء الله قدام من ليفربول الفريق يتحسن، لإن إحنا طبعًا أنا مشجع لأرسنال بس باتمنى لمحمد صلاح إن هو يفضل في الtop level. نتكلم عن الأقرع التاني بقى، مانشستر سيتي. مانشستر سيتي برضه الأسبوع ده خسر ماتشين، تقريبًا أرسنال عملت لهم رعب كده. لعبوا نيوكاسل خسروا 2-1. أنا في الماتش ده عايز أتكلم عن 3 حاجات. أول حاجة هابدأ أتكلم عن بارنز. نشوف بارنز أداء كويس أوي، أداء تاريخي جدًا من برونو جوماريش. برونو جوماريش يا جماعة بقى يلعب في أي حتة، العب 6 هيأدي، العب 8 هيأدي، العب 10 هيأدي. جوارديولا عمّال ينزل، 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 فخلاص طب ما تغيّر اللعيبة. برناردو سيلفا ما لوش أي لازمة إنه يلعب، وخصوصًا إن أنت عندك على الدكة عمر مرموش اللي إحنا شايفين إن هو من ساعة ما رجع من الإصابة ما بدأش بيه ماتشات. بدأ بيه ماتش ليفركوزن، بس بدأ بيه مكان هالاند وهو مرموش. خلاص أنت عوّدته إنه يلعب وينج، هترجع تلعبه striker مش هتستفاد بيه. المفروض إن أنت أصلًا ما تلعبش برناردو سيلفا. دوكو بقى فايق، فودن يلعب أكتر من كده، وطبعًا غياب رودري مأثّر على الفريق. وده باين إن غياب رودري، إن رودري عمود الفريق أصلًا. هنبدأ بقى في الanother side من مانشستر يونايتد. ده اللي أنا أقدر أتكلم عليه إن هو ما عندوش Champions League لأنه ما فيش السنة اللي فاتت خلّص 15 تقريبًا أو 16 حاجة كده. لعب إيفرتون بدأنا نشوف الماتش بدأ كورة مع مبويمو رايحة الجون، إدريس جانا جه بيدافع عليه مرة واحدة الكورة طلعت out لقينا الحكم بيطلّع كارت أحمر. بنبُص لقينا إدريس جانا جه تراك على وش المدافع. إيه ده؟ بتضربه ليه؟ أتاري المدافع ما دافعش كويس فما عجبوش بقى إدريس جانا جه اللي بيحصل، قام جاي ضارب الولد على وشه. بدأ الماتش لقينا خلاص بقى إيفرتون بيلعب ب10 لعيبة. يالّا بقى يونايتد اكسب بقى. الولد عايز يحلق شعره بقى قد كده يا جماعة. تراك جول لإيفرتون. طب خلاص قلنا الماتش بقى اليونايتد هيبدأ يعدل ويروح بقى يجيب جوان أو يحاول إن هو يكسب الماتش. حصل طبعًا العكس واليونايتد خسر زي ما إحنا عارفين من إيفرتون 1-0. ده باين إن اليونايتد فريق مهلهل، بس أنا ما أقدرش إن أنا أمشّي أموريم أو إن أنا أتكلّم عن أموريم، لإن أموريم واخد الفريق أصلًا بايظ. أموريم ما خدش لعيب واحد من أول الفريق ثبّته في التشكيلة. أنت ما تقدرش تقول تشكيلة واحدة لليونايتد من سَنة ونُص، فده يبين إن أموريم في حوسة. نتكلّم بقى عن تشيلسي. تشيلسي اللي عمل ماتشين الأسبوع ده من أحسن الماتشات اللي شُفتها لتشيلسي. لعبوا قدّام بيرنلي. طبعًا أنا في الfantasy الدنيا واقعة منّي شوية، فقُلت خلاص بقى هاعدل نفسي في الfantasy وهاطلع. فأجيب مين بقى من تشيلسي؟ كنت جايب جواو بيدرو بس جواو بيدرو ما بقاش قوي، فقُلت خلاص أجيب حد أحسن. بابُص أجيب مين، لقيت كايسيدو.
جوهرة نُص الملعب، اللي بقى من أحسن اللعيبة اللي في نُص الملعب في العالم دلوقتي، جِبته، طيب خلاص ماتش بيرني الدكة، في لعيبة عايز أتكلم عليها في تشيلسي حلوة أوي زي إنزو فرنانديز، بيدرو نيتو اللي يا جماعة بيدرو نيتو بقى من اللعيبة الكويسة أوي في الدوري الإنجليزي، اللعيبة اللي بقت في الtop level دلوقتي. بعد كده تاني بقى ماتش في الأسبوع اللي إحنا بنلعب برشلونة، أراوخو يا جماعة، أراوخو ما ينفعش إنه يقعد في برشلونة تاني، ده جددوا له لحد 2031 دي حاجة صعبة أوي، إيه ده! إزاي يعني إزاي إن أنت يبقى المدافع بتاعك فرّطت في إناجو مارتينيز، دي بقى عقوبتها دلوقتي أنت بتحصدها دلوقتي في الماتشات بتاعة الChampions League، إنك تخسر من تشيلسي، تشيلسي برضه فريق كويس بس مش الفريق اللي أنت تخسر منه، برشلونة تخسر من تشيلسي، بس قبليها لعبوا ماتش كويس قدّام أتلتيك بلباو، كانت عودة الكامب نو، شُفنا فرحة جماهير برشلونة لا توصف، مع إن الملعب ما فيهوش فرق أوي عن زمان، بس في فرق صغير بس في عدد كراسي بتاع 25,000 أو 15,000. بس هيبة الملعب إن يا جماعة الملعب ده اللي حصل فيه حاجات تاريخية زي ماتش ال6-1 بتاع باريس سان جيرمان، ده اللي أقدر أقوله عن برشلونة دلوقتي، برشلونة فريق محتاج إن هو يضبط لعيبته، يضبط الإصابات، هو عنده مشكلة في الإصابات كده. طبعًا كابتن عمار ضيف خفيف، ضيف تقيل، اللي هو الكلام والتناقض بتاعه، بس هو تقيل في التحليل، تحليل الماتشات بقى الأوروبية والدوريات العالمية والمنتخبات يعني في حتة تانية عمار، عمار في تشكيلة لأ، خُد مني بقى التقيلة، هو ده، حبيبي يا كابتن وائل، خُد حبيبي، راحتك بقى. حبيبي يا كابتن وائل. طبعًا مش هاقدر أطوّل عليكم أكتر من كده، لإن إحنا لسه في البدايات. لو حابين إن إحنا نعمل حلقات قدّام الfantasy الPremier League ونشوف اللعيبة اللي هتبوم واللعيبة اللي هتنزل، وإن شاء الله عايزين نكمّل في الحلقات قولوا وإن شاء الله أبقى ضيف جديد لتشكيلة وأضيف للتشكيلة حاجات جديدة، وشكرًا ليكم جدًا.